الفيديو بتاع النهاردة مختلف بشكل كبير، خلّيني أقول لك ليه. لإن جوجل أطلقت نانو بنانا برو أو نانو بنانا 2، وده طبعًا غير إنه مُدمج مع جيميناي 3، وحرفيًا ده حاجة من الخيال. لإن الموديل ده عنده قدرات خرافية. خلّيني أقول لك بس في البداية إن الصورة المصغّرة اللي أنت شايفها قدّامك دي معمولة بنانو بنانا 2، حرفيًا ما خدتش منّي دقيقة إن أنا أعملها للفيديو ده زي ما أنت كده شايف. ده غير كمان قدرته الكبيرة على الكتابة باللغة العربية اللي حرفيًا وصلت لدقة بنسبة 100%. والمشكلة دي يمكن كنا بنشوفها في الmodels اللي فاتوا إنها ما كانتش محلولة، ونسبة الدقة في اللغة العربية كانت قليلة أوي. لكن الmodel ده حل المشكلة دي، وحرفيًا الدقة وصلت لنسبة 100%، خلّيني أقول لك، ونسبة الأخطاء فيه معدومة. ده غير كمان قدرته الكبيرة على الدمج زي ما أنت كده شايف صورتي مع ميسي في قدّام برج إيفل. أنا طلبت منه إن هو يعمل لي ده. يالّا بينا نشوف الmodel ده مع بعض ونشوف إمكانياته الرهيبة. طيب، إحنا هنستخدم LoveArt AI. يعني أنا ما رضيتش أستخدم Gemini، أوكي، لإن Gemini يعني بيدّيك تجربة محدودة شوية إن أنت تعمل 4 تصميمات بس في اليوم. يعني ليك 4 محاولات. فأنا حبّيت أستخدم LoveArt AI عشان ناخُد راحتنا ونشتغل أكتر. هو كمان بيدّيك 100 credit، وال100 credit دي بتقدر تعمل بيهم شغل كتير أوي. طيب، يالّا بينا هنا نخُش على LoveArt AI، أوكي. زي ما أنت كده شايف عادي هتخُش بالGmail بتاعك، ما فيش أي مشكلة خالص. وهو هنا بيدّيك 100 credit زي ما أنت كده شايف، أوكي. طيب، إحنا هنا لازم نتأكد من حاجة، إن هو إحنا مشغّلين ومفعّلين نانو بنانا برو، لإن في models هنا كتير أنا مش محتاجها. أنا بس مش محتاج غير إن أنا أشتغل بنانو بنانا برو بس، أوكي، وتتأكد إن أنت فاصل الأوتو، أوكي. طيب، هندوس هنا new project زي ما أنت كده شايف. وبرضه زي ما قُلت لك لازم نتأكد من هنا إن إحنا هنشتغل بنانا برو بس، أوكي، ونفصل طبعًا الأوتو، أوكي، زي ما أنت كده شايف. طيب، يالّا بينا نشوف مع بعض الmodel وقدرته الكبيرة. يالّا بينا. أول حاجة أنا طلبت منه إن هو يعمل لي مثلًا صمم لي، ثانية معلش، صمم ليّا صورة مثلًا لعصير برتقان بستايل الألوان زيتية مثلًا، زيتية ومكتوب عليه من خير الطبيعة. إحنا عايزين نشوف برضه اللغة العربية أخبارها إيه. طيب، هو دلوقتي بيبتدي، هو هنا بيعمل syncing، أوكي، وبعد كده هيبتدي يعمل لي generate للصورة بتاعتي. هو مش بياخد وقت، ممكن ياخد دقيقة واحدة، ممكن، أوكي، ممكن أقل كمان من دقيقة. هو هنا بيدّيك 2 minute، أوكي، بس هو بياخد طبعًا أقل من الوقت ده. هنشوف هنا مع بعض. زي ما أنت كده شايف حرفيًا عمل لي الصورة رهيبة، ما فيهاش أي أخطاء زي ما أنت كده شايف، أوكي. يعني الصورة بصراحة روعة. ولسه كمان هنشوف إمكانيات تاني في الmodel ده. يعني أنا مثلًا هنا عادي إن أنا أعمل لها download، أوكي، خلاص، أوكي. طيب، ممكن نعمل إيه تاني مثلًا؟ ممكن أنا طلبت منه مثلًا، بس نشيل الصورة هنا، أوكي، لازم تتأكد إن أنت شايل ده. طلبت منه مثلًا يعمل لي عايز صورة كرتونية. أنا باشوف بس باجرّب الstyle. صورة كرتونية لطفل مثلًا صغير مخترع. الصورة دي مكتوب عليها المخترع الصغير، أوكي، ونشوف إيه الدنيا. هنا هو بيبتدي يعمل لي الصورة بتاعتي، وهنشوفها برضه مع بعض. هو دلوقتي بيعمل لي generate، وزي ما أنت كده شايف عملنا الصورة الأولى أصلًا ال100 credit زي ما هم، ما نزّلش منهم. عشان كده باقول لك أنت تقدر تستخدمه أصلًا عادي. وممكن عادي لو ال100 credit كمان خلصوا تقدر تاني يوم إنك تستخدمه. هتلاقي إن هو ضاف لك 100 credit جديدة. ما فيهوش أي مشكلة بصراحة إن أنت تستخدم LoveArt أفضل لك من Gemini زي ما قُلت لك، لإن Gemini بيدّيك تجربة محدودة شوية. زي ما أنت كده شايف هو عمل لي الصورة بتاعتنا. الصورة حرفيًا رهيبة وروعة وما فيهاش أي أخطاء، والكتابة معمولة بشكل دقيق بنسبة 100%، أوكي. طيب، ممكن نطلب منه إيه؟ أنا طلبت مثلًا، تعالوا نجرّب تجربة جديدة مثلًا، إن أنا مثلًا هادّي له هنا مثلًا صورة مثلًا للتلفزيون ده،
زي ما أنت كده شايف. أنا اديت له صورة للتلفزيون أوكي، وطلبت منه اعمل لي تصميم مثلا، تصميم سوشيال ميديا للتلفزيون بخلفية مثلا قوية، قوية مثلا، قوية، واكتب عروض الجمعة البيضاء مثلا، ونشوف مع بعض يطلع ايه. انا طلبت منه ان هو يعمل لي تصميم سوشيال ميديا للتلفزيون ده بخلفية قوية، ويكتب عروض الجمعة البيضاء. اوكي، زي ما انت كده شايف هو هنا بيعمل لي الصورة بتاعتي. انا ده كله حرفيا بجربه في الكتابة، بشوف قدرته على الكتابة. اوكي، زي ما انت كده شايف هو هنا بيعمل جنريتنج للصورة باستخدام نانو بنانا برو، هو ده كاتبه لك طبعا. هو هنا عدى 20 ثانية، 22. اوكي، زي ما انت كده شايف بصراحة روعة، روعة. وكمان عمل لك خصم 50%، وانا ده شيء ما طلبتوش منه، بس هو قدرته في انه يكتب الكلام صح ومتطابق بصراحة رهيب رهيب رهيب. اوكي، ممكن برضو هنا نعمل لها داونلود. اوكي، طيب طلبت منه برضو، يعني قلت له مثلا ان هو يعمل لي لوجو، يعمل لي لوجو ليا لقناتي. اعمل لي لوجو، لوجو مثلا لقناتي اسمها درو فيديو، بتتكلم عن الذكاء الاصطناعي، وعايزه مثلا بدقة 4K مثلا. شوف، سوري، 4K. فهنشوف هو هيعمل لي اللوجو، هنشوف شكله ازاي. بنشوف دلوقتي مع بعض. زي ما انت كده، احنا ممكن نعمل هنا علامة غلط عادي. اوكي، زي ما انت كده شايف هو هنا عمل لي اللوجو، اللوجو حرفيا رهيب. اوكي، يعني انا ممكن هنا كده زوم. شايف انت يعني الكواليتي والجودة رهيبة ازاي. حرفيا اللوجو روعة. يعني انا اصلا ممكن عادي استخدمه دلوقتي، مفيش اي مشكلة خالص. برضو هنا ممكن نعمل له داونلود. اوكي، طب انا مثلا طلبت منه ان هو مثلا يعمل لي تابلو برضو. لا، او مثلا سيبك من التابلو دلوقتي، مثلا انا عايز يعني هطلب منه حاجة كده غريبة. ممكن مثلا صمم ليا، اعمل لي، اعمل لي تصميم مثلا ممكن نكتب ايه مثلا لبرج القاهرة، لبرج القاهرة مثلا. اعملي تصميم لبرج القاهرة، مكتوب جنبه، مكتوب، مكتوب أمامه مثلا نانو بنانا بالعربي. مثلا تعالى كده نشوف مع بعض هيعمل ايه. يعني انا دي برضو بجربها معاكم دلوقتي، بس اهو بنشوف هو دلوقتي بيعمل لي تصميم زي ما انت كده شايف. اوكي، هنشوفه مع بعض. انا بحاول اطلب منه حاجات صعبة. إيه يا ابني ده، ايه الروعة دي، انا مش عارف اقول ايه. يعني بصراحة انا منبهر. زي ما انت كده شايف الروعة والعظمة. يعني حرفيا الموديل فيه دقة رهيبة بشكل كبير. انا عايزك انت اللي تستخدمه وانت اللي تجربه، وتقول لنا رأيك في الكومنتات، وتستخدمه من هنا من لوف ارت دوت اي اي، وتقول لنا رأيك. وطبعا ما تنساش انك تشترك طبعا في القناة. طيب، احنا ممكن نجرب ايه تاني مثلا. ممكن انا كنت مديله كده مثلا ان هو يعمل لي تايبوجرافي مثلا، تابلو كده يعني برومت من على شات جي بي تي مثلا. ممكن ناخده هنا اسمه السعي وراء النجاح. اوكي، ونشوف هيعمل ايه. يعني برضو فكرة جت في دماغي كده مثلا، برضو نجرب فيها الخط العربي ونشوفه ايه الدنيا. هو هنا خلاص بيكريتها لي. اوكي، هو عمل لي التصميم التابلو. اوكي، احنا ممكن نعمل زوم. يا ابني ايه العظمة دي، وفعلا روعة. يعني انت زي ما انا طلبت منه ان هو مع خلفية مستوحاة عن النجاح والطموح زي طريق، وفعلا هو عمل لي الطريق. وزي ما انت كده شايف السعي وراء النجاح ما فيهاش اي غلطة. طيب، انا عايزك تجرب الموديل زي ما قلت لك، وتقول لنا رأيك في الكومنتات عن الموديل. واتمنى طبعا ان الفيديو يكون عجبكم، وهنتكلم عن حاجات تانية كتير زي ان احنا نعمل ساب نيلز
لفيديوهاتنا باستخدام طبعًا نانو بانانا برو من خلال لوفارت AI أوكي، وإزاي نكتب prompt بشكل صح. استنونا في فيديو جديد، وإن شاء الله الفيديو ده يكون عجبكم وبس كده، سلام.